السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يعني الفيديو اللي فات بصراحة وصل لحاجة يعني متوقعتهاش. احنا كل قاعدين تلات أصحاب، كل واحد توقع مشاهدات ومفيش حد مننا جابها يعني، بس جابها قريبة حتى أصلا. فالنهاردة حلقة جديدة بإذن الله وتمرين بوش، وهنتكلم مع التمرين عن المماليك. لو جينا نسأل أي حد عن المماليك تلاقي يقول لك قطز وبيبرز وعين جالوت ومحمد علي في الآخر اللي خلص عليهم، بس في 250 سنة في النص يعني متكلمش عليه، خصوصا الأحوال الاجتماعية من جوه يعني. فالمفروض النهاردة هنسلط الضوء عليها، يعني هنتكلم عن الأحوال الاجتماعية أكتر، هنبص على الحكايات في النص متقالة بين المؤرخين. بس قبل ما نخش المفروض ان احنا عاوزين ناخد اوفرفيو سريع عن مين هم المماليك اصلا، ازاي وصلوا اللي هم فيه، ازاي صعدوا اصلا. هنبدا باول حاجه ان احنا هنشوف مين هم المماليك اصلا. يعني ايه مماليك اصلا؟ المماليك هم العبيد، كانوا الممالك بتجيبها من سمرقند وخوارزم، يشتروهم وبيحطوا لهم نظام التربية. كانوا بيبدأوا يربوهم من أول اللغة العربية أصلا، بعد ما يعلموهم اللغة العربية كانوا بيعلموهم القرآن والفقه، وبعد ما يبلغوا كانوا بيعلموهم الفروسية والمبارزة. المماليك كانوا موجودين من أيام الخلافة العباسية، بس بدأوا يظهروا ويبانوا أيام الأيوبيين، خصوصا الملك الصالح بدأ يجيبهم بكثرة، خصوصا بعد ما هم اصلا اللي عينوه اصلا، يعني هم اللي كان السبب ان هو يتعين. عارف ان هم ليهم دور كبير، فهو كان اكتر قائد اشترى منهم كميه. عمل لهم الملك الصالح قصر على النيل، حطهم فيه عشان يبقوا قريبين منه ويقدر ان هو يراقبهم عن قريب. دايما الملك الصالح كان بيقعد معاهم، كانوا وليين ليه جدا بسبب ان هو كان بيقعد معاهم دايما. بدأوا أول موقف ليهم في الحملة الصليبية، لما الحملة الصليبية هجمت على دمياط وخدتها، والملك الصالح مات. شجرة الدر حبت تخفي خبر موته، فلما خافت خبر موته كانت المفروض تخفيه على ما توران شاه ابنه يجي، فالصليبيين وصل لهم خبر برضه، فجم وراحوا معركة المنصورة، وحاولوا إن هم يضربوا المسلمين هناك ضربة كبيرة عشان يستغلوا الضعف اللي هم فيه. بس هناك المماليك خدوا بالهم من الموضوع ده، وهم اللي قدروا يتصدوا للموضوع ده، وعمل خطة بيبرس، عمل خطة للموضوع دوت، وقدر ان هو يوقفهم في المنصورة. وجه طولان شاه بعد الموقعة ديت، وهو اللي كمل باقي الخطة وهزمهم بعد كده. فدي كانت بداية ظهورهم بشكل يعني بارز في الحروب، يعني في الدولة الأيوبية. بعد الموقعة ديت بدل ما يكافئ طولان شاه المماليك على المجهود اللي عملوه، قرر ان هو يعني يقلل سلطاتهم. طبعا في الوقت ده كان اي سلطان بيجي يبقى معاه المماليك بتوعه، بيزيد شأنهم ويقل شأن المماليك اللي قبلهم. فهو كان جاي معاه مماليكه، فلما بيجي معاه مماليكه بيحطهم في النفوذ العالي. طبعا ما عجبش مماليك الصلاحية البحرية الحوار ده. برضو شجرة الدر كان عندها مشاكل مع طولان شاه، بسبب ان هو كان فاكر ان هي مخبية ثروة الملك الصالح. اتفقوا هما الاثنين واختلوه، ومن بعدها عينوا شجرة الدر في الخلافة بعده. كانت أول امرأة تمسك الإسلام ساعتها، والمقريزي قال إن هي أول سلطان في عهد المماليك الصلاحية، المماليك البحرية. بعدها يجي بغداد.
بغداد كان ساعتها التتار بقالهم 5 سنين قبلها بيحضروا إن هم ياخدوا بغداد وينهوا الخلافة العباسية. الخلافة العباسية طبعا كانت نايمة ساعتها، كان واقعة أصلا، كان بقالهم كتير بيقعوا على الهادي، غير طبعا الحروب اللي قبل كده كتير قوي، كان كله بيحارب مع نفسه ولنفسه. في ناس بتقول اصلا ان هم ما عرفوش ان جيش التتار جاي غير وهو قدام بواباتهم اصلا. الجيش طلع قعد 5 سنين يجهزوا، هم مش في بالهم اصلا. فالمهم بعد ما الخلافه العباسيه وقعت وبغداد وقعت، اخر خليفه عباسي مات بالشلاليت. فبقى ساعتها كان باقي وخلاص هو كده مصر. وكان شجرة الدر ماسكة ساعتها، والناس ما كانش عاجبهم الموضوع ان ست ماسكة الزمام والامور. فقرروا المماليك ان هم يجوزوه لعز الدين ايبك ويتسلموا الحكم. ولكن بعد فترة حصل مشاكل عشان هي كانتش عاوزة ان هي تسيب الحكم حتى بعد ما اتجوزته برضه وسلمته له. فقامت جاية قتلاه، وهي برضه ماتت عن طريق الجواري بتاعت مراته، ماتت بالقباب. كلها موتات مهينة طبعا عشان هم ما اهتموش يعني ما خافوش ربنا، ف بيموتوا موتات مهينة يعني. فالمهم كان التتار جايين، وكان اللي ماسك هو ابن عز الدين ايبك، كان لسه صغير، فلازم حد يمسك مكانه عشان يقدر يقابل التتار. وهنا كان اكتر حد او شخصيه بارزه كان قطز، سيف الدين قطز. من هنا بيقدر يمسك قطز من زمان. قطز عمل كتير قوي قوي يعني. قطز محتاج فيديو لوحده اصلا. المده بتاع الخلافه بتاعته 11 شهر بس. عمل فيه اللي ما عملوش الملوك قد كده في وقته قبله. قعدوا يحاربوا كتير قدام ملوك كتير ثانيه قبله كتير في العرب والمسلمين، ومفيش حد عمل الموضوع ده. هو عمل حاجات كتير قوي في الفتره بتاعته. فطبعا موقف عين جالوت لما راح كان معاه بيبرز وهزموا التتار هناك. ومن بعد ما هزموا التتار بيبرز عشان برضه غدر في قطز وقتله، بس وبعد كده هو اللي مسك الحكم. طبعا بيبرز عمل حاجات كتيرة يعني. هو بدأ يشن الحملات على الحملة الصليبية، وأنهى منهم جزء كبير قوي يعني قبل ما تنتهي خالص بقى الحملة الصليبية أصلا بعد 140 سنة من الحرب قدامهم يعني. فبيبرز دي طبعا دور كبير، بس هو يعني هم المماليك عموما كانوا بيقتلوا بالشك يعني. هو مجرد شك، طالما شك خلاص بيموت. برضه قبلها برضه طولانشا برضه مات بالشك، هم شكوا فيه مش اكتر. هو اي حد بيشكوا فيه كانوا بيموتوه. ده كان طبعا المماليك ساعتها يعني. من بعد الحمله الصليبيه وبيبرز والحاجات ديت بقى بدأ يعني ظهر، وما كانش بقى هو ما بدأش يعني، هو كان ظهر من قبل كده اصلا مشاكل الشعب واضطهاد المماليك ليهم. ومن قبل اصلا ما الملك صالح يموت اصلا كان الشيخ العز بن عبد السلام افتى في فتره كان الدوله محتاجه فيها الفلوس، الشعب كان محتاج فلوس. افتى فيها ان المماليك طالما ما اعتقوش لسه يبقى في حق الدوله، طالما محتاجين فلوس، ان هم يبيعوهم تاني ويحطوهم في مزاد تاني. فحطوهم فعلا في مزاد، وحاول الملك الصالح ان هو يعني يخليه يغير رايه. المماليك حاولوا معاه، ولكن هو مرضيش. حتى كانوا فكروا يقتلوه، بس خافوا من الشعب عشان كان هيقوم عليهم. فالمماليك فعلا اللي هم كانوا اقرب الناس للملك الصالح وعماد الجيش كلهم قعدوا في المزاد، وبدأ الملك الصالح يشتريهم واحد واحد عشان خايف ان هم يروحوا لحد غيره. فهم اضطهادهم ده كان فتره من قبل كده يعني. هو عمل كده اصلا بسبب اضطهادهم، ومن بعدها هم خافوا الاضطهاد شويه، بس طبعا رجعوا تاني يعني. دايما المماليك بترجع لعادتها الطبيعيه، دي طبيعه المماليك يعني عموما. فتيجي البيبرز هتلاقي ان هو واحد انقذ الاسلام من الصليبيين ساعتها. فمع انه طبعا غدر بقطز، فهتلاقي ان هو يعني زي ما البدايه بتاعته كانت بغدر، فهو برضه يعني انتهى برضه بحاجه هبله يعني. بعد 17 سنه من الحكم بتاع بيبرز، لما مسك الحكم المنجمين ساعتها قالوا ان في حاجه كبير هيموت.
فهو خاف النبوة تتحقق عليه. هو كان بيؤمن بالنبوات قوي يعني، خاف النبوة ان هي تتحقق عليه، فحب ان هو يحققها عن طريق ان هو يحققها على شخص تاني بإرادته. فجاب ملك كان عامل ساعتها انتصارات كبيرة قوي قدام الروم وبتاع، كان الملك عيسى الأيوبي. جابه ودعاه البيت عنده عشان يكرمه كده، وجاله فعلا. وبعد ما جاله اتفق مع الساقي انه هيحط له السم في الكوبايه، وفعلا حطوه له ومشيوا. بعد ما مشيوا الساقي نسي انهي كوبايه كان فيها السم، رجع تاني عشان يشرب، فالساقي حط له في نفس الكوبايه السم برضه، في نفس الكوبايه اللي فيها سم، وهو ما كانش عارف يعني، فمات برضه. فهو يعني دي روايه اتقالت عنه من كتر يعني الهبل اللي كان بيحصل في عهد المماليك يعني. هو الناس متفقه ان هو مات مسموم، بس الروايه ديت مختلفين عليها. في روايات تانية بتقول ان هو مات مسموم عادي، بس يعني دي من الروايات العباسيه يعني الموجوده في عهد المماليك، تبين لك قد ايه الغضب والتراب اللي هم كانوا موجودين فيه يعني. فيها أمور والله خلاص. هتلاقي ان زي ما قلنا كل الحكام عاملهم مشترك يعني، هم دايما بيبقوا مسرفين وعابثين في الحكم بتاعهم يعني. هتلاقي الملك محمد الأخشيد لما مسك كان بيحب العطر، فكان عنده خصوصا عطر العنبر يعني، فكان محتكر بيعه، فكان بيجي يجبر الناس ان هم يبعتوه له كهديه، فكان يجيب التجار يشتروه منه باسعار غاليه لان هو محتكر ومفيش حد غيره بيبيعه، ويدوه له هديه فما كانش يطلع منها يعني، كده كده راجع له يعني. وكان برضه طلع عليه روايه ان كانوا رايحين يتفرجوا على فيل وزرافه هو والخدم والحرس بتوعه، فبص لقى ان كل الخدم والحرس باصين على الفيل والزرافه ومحدش واخد باله منه، فكده لو حد اختار حاجه فمحدش ياخد باله، فخاف ما عدا واحد بس، ابو المسك الكفور ده باص عليه، وده كان خادم هو اشتراه بسبب ان هو لقى ان هو قوي، فحلف ساعتها ان هو مش هيورث اي حد الحكم بتاعه غير الراجل ده. كان برضه بيكره اي حد ذو شأن، كان دايما بيتقرب من الناس اللي هو ما لهمش شأن، واي حد ذو شأن يفضل وراه لحد ما يوقعه. فبعد كده ابو مسك الكافور ده مسك الحكم، فلما مسكه طلع عليه برضه الناس كلها كانت متضايقه منه طبعا عشان كان خادم، وبعد ما بقى كان خادم بقى حاكم. حتى المتنبي ساعتها قعد يلسه برضه. في الاول المتنبي كان حبيبه عادي يعني، بس لما جه مصر كان عاوز ولايه حته معينه فما رضيش اديها له، استضافه بس ما رضيش اديها له. فبعدها بعد ما هرب من مصر المتنبي هو بدا هو يقول شعر فيه عشان يشتم فيه. من الشعر اللي قالوا عليه لا تشتهي العبد الا والعصا معه، ان العبيد لا انجاس المناكيد. فكان طلع برضه روايه عن كافور ان هو كان في حفله وقام يرقص معاهم ويهز وسطه، فالناس كلها هتتريق عليه ساعتها، فطلع على نفسه ان هو عنده مرض في العصب عنده عشان يثبت للناس ان هو ما كانش قاصد يعني، وان الحركات دي بتجيله غصب عنه. فبقى كل قاعده في وسط الامراء
يعمل حركه بمزاجه عشان يثبت لهم ان هو كان في حاجه في دماغه وما عملش الحاجه ديت اصلا. هتلاقي ان جنب الصرف والحاجات دي هتلاقي برضو ان الجنون كمان كان صفة مشتركة عندهم يعني. هتلاقي من المواقف اللي فيها كان في سلطان برسبي لما كان مسك كان مرض، اتهيأ له ان سبب مرضه دوت الكلاب، فأمر بنفي كل الكلاب وحط عليها كمان يعني اللي بيلاقي كلب وينفيه بياخد مكافأة يعني. فالشعب كله بقى مقضيها يدور على كلاب وينفيها يعني. وقام جاي سعي في مرة وقرر ان هو يموت كل الأطباء وموتهم كلهم فعلا. قتلهم كلهم، بدأ من أول اللي كان الطبيبين اللي كان عنده وكمل في الباقي قتلهم بعد كده. فالكون عندهم ده كانت عادة يعني عندهم. تلاقي ان حتى يعني الاب وابنه هم ذات نفسهم بيموتوا في بعض يعني. تلاقي ان السلطان مؤيد كان فترة حكمه ابنه ابراهيم كان بيعمل اصرارات كتيره، وكان هو عنده مشكله وما كانش بيقدر ان هو يتحرك كده، فبدا ان هو يغير من ابنه وخاف ان هو ابنه ياخد منه الحكم يعني. وبدا القاضي يقول له فعلا ويديله شكوك ان هو فعلا ابنه هيبدا ان هو ياخد منه الحكم وكده. وزي ما قلنا المماليك بتموت بالشك يعني طبيعتهم، فقتلوا فعلا. بعد ما قتلوا جه تاني يوم القاضي في خطبه الجمعه قاعد يتكلم عن يعني قاعد يتكلم في حزن على ابراهيم ابن السلطان اللي مات وكده، وجاب سيره سيدنا محمد وقال جمله فيها حزن وكده، فالسلطان ندم وزعل. فبعد ما خلص لقى ان هو لما ندم يعني انت قاضي يعني انت خليتني اموت ابني وبعد كده خليتني اندم وازعل كمان. فكان مات ابنه مسموم بالسكر، اداله سكر مسموم. فجاب القاضي في يومها وحط له برضه سم في السكر برضه وقتله بنفس الطريقه. عبث يعني، موت ابنه وموت القاضي وموت كل حد، اي حد بيضايقهم كانوا بيموتوه. تلاقي برضو في سلطان منصور قلاوون كان ابنه شاف مرة ست وعجبته، طلعت متجوزة أمير من الأمراء المماليك، فابنه دخل في دور اكتئاب، فقرر إن هو يخلي الأمير ده يطلق مراته، طلقها فعلا واتجوزها. وبعدها بفترة تعب ابنه ده، تعب، فبعت للشيوخ إن هم يدعوا له كده. في شيخ من اللي بعت لهم رفض، وجابت له تاني وبفلوس وبرضه رفض. وقال فلما راح سأله قال له ليه؟ قال له لازم يعني انت ما حاولش حتى تدي الفقراء فلوس او اي حاجه، فاديني فلوس اديها للفقراء خليهم يدعوا لك ويدعوا ربنا يهب لك ابن. فاداه فلوس فعلا وزعها على الفقراء، ووزع على الفقراء الفلوس. فجاله قال له الفقراء فعلا دعوا لابنك وربنا وهبوا ليهم. فجه بعد فتره ابنه مات من نفس المرض يعني، هو مات ما شافاش.
فراح ساله قال له انت مش قلت لي ان هو هيتشفي؟ قال له انا ما قلتلكش ان هو مش انت، قال له مش انت قلت لي ربنا وهبه لينا؟ فقال له ما هو وهبه فعلا ليهم، هم دعوا له فهو ربنا هيحطه في الجنه بدل ما يحطه في النار. كان الاساليب يعني اللي بيضحكوا عليه على السلاطين فيه عشان يدوا الفقراء فلوس، ان هم كانوا دايما مضطهدين الشعب وما بيدروش حاجه، يعني كانوا دايما بيقضوا الفلوس لنفسهم والمماليك بتوعهم. هتلاقي برضه المماليك يعني لحد دلوقتي جنون وتبذير وكل حاجه، وهتلاقي برضه ان هم عندهم لما بيبقى في مرض عندهم او ازمه او حاجه هيبداوا يموتوا منها، بيبداوا ان هم يرجعوا لربنا ويفتكروا ربنا في الوقت ده يعني. فكان مواقف، كان ساعتها المماليك كان الطاعون بدا ينتشر جامد في ايام فتره المماليك، حتى الامراء بداوا ان هم يموتوا منه يعني، حتى مع انهم يعني حابسين نفسهم وحاصرين نفسهم برضه بداوا ان هم يموتوا. بدا كل سلطان او امير يموت منهم يجيب ابنه ويكتب له كل الحاجات اللي كان سارقها ونهبها يرجعها لاصحابها. واول ما التتار بدا يهدى والناس بدات تهدى وتتشفي، كله رجع تاني لعادته القديمه. هتلاقي دايما المماليك بيرجعوا لعادتهم الطبيعيه، القتل بالشك او ان هم يضطهدوا وينهبوا المال ويسرقوه. دي طبيعه المماليك مهما مر الزمن ومهما عملوا يعني. هتلاقي ان الموضوع مشترك يعني، ان هي السلطان بيبقى فاسد يعني، ايا كانت طريقته عامله ازاي، اذا كان قاتل او حرامي او بيرقص او في النهايه بيبقوا فاسدين يعني. فهتلاقي ان الدوله بدات ان هي تنتهي اصلا قبلها بفتره داخليا قبل ما تنتهي اصلا خارجيا. هتلاقي ان بدا يظهر قوه ثانيه غير المماليك اللي هم العثمانيين، وفي قوه ثالثه برضه هي الصفويين، دول كانوا شيعه. هتلاقي ان دايما العثمانيين كانوا بيحاربوا في الصفويين، والمماليك واخدين دول الحياد، ولا ده ولا ده مع ده ولا مع ده. العثمانيين كانوا سنه، كانوا دايما بيحاربوا الصفويين عشان شيعه. فكان المماليك والعثمانيين حبايب يعني، كانوا صحاب لحد ما العثمانيين خدوا القسطنطينيه. من بعد ما خدوها بدأوا ان هم يحاولوا يفتحوا او ياخدوا مناطق في الشام عشان يضموها للمحيط الهندي، فيسهلوا حملاتهم ويسهلوا الطريق بتاعهم. فده تعارض مع نفوذ المماليك، فحصل بينهم حروب ولكن وقفت لحد ما جه الصفويين كانوا بيحاربوا العثمانيين، وكان الموضوع بدأ يشد على الصفويين وبدأ ان هم يخسروا، وبدأ كمان ان هو العثمانيين ياخدوا مناطق من المماليك بس. فقاموا جايين المماليك راحوا يتحالفوا مع الصفويين، فلما العثمانيين عرفوا كده فاتهموهم بتهمه ان هم خانوا الاسلام واعلنوا عنهم حرب هم كمان. طبعا في النهايه العثمانيين هزموا الصفويين يعني، وقابلوا مماليك بقى في معركه مرج دابق. طبعا كان المماليك قبلها منتهيه يعتبر اصلا داخليا. كان ساعتهم مسكهم السلطان الغوري، ولما راحوا الجيش اتفكك جوه الحرب اصلا. الامراء بدأوا ان هم يمشوا، وبدأ منهم جزء انضموا للعثمانيين بمزاجه. حتى قبلها اصلا الجيش ذات نفسه اصلا ما عرفش ان هو يعمل تعبئه داخليه المصريين كانوا زهقوا، فما رضيوش يلتحقوا بالجيش
حتى المناطق بتاعت تصنيع السلاح قفلت عشان مش عاوزين يخدموا المماليك في حاجه. ففضل في النهايه الغوري لوحده في وسط العثمانيين. كان طلع كذا مقوله يعني عن الموضوع ده، وكان بيقولوا انه من صدمته جاله شلل وقام جاي قال للناس شربوه. بعد ما شربوه جايين مركبينه على الحصان، بعد ما ركبوه مشي خطوتين وقع، طلع دم من بقه. فبيقولوا ان مرارته اتفقعت اصلا من اللي حصل يعني. ولكن في النهايه يعني مات يعني، مهما اختلفت الاقوال في النهايه هو مات يعني في المعركه ديت يعني. فتلاقي ان المماليك كانوا بداوا يقعوا قبل ما ينتهوا فتره كبيره قوي قوي يعني. هم اصلا من البدايه اصلا ما كانوش يعني ماسكين نفسهم. هم اصلا في البدايه حتى استعانوا بان هم اعادوا احياء الدوله العباسيه من جديد عشان تديهم حكم يعني باسم يعني ان هم فعلا ياخدوا السلطه يعني. 19% خش مجموعه اللي بتتكلم. خش لا انا ما بتكلمش. انت اتكلم، انت انا اسمعك. مثلا 19% 18% ودي فات جسم كان كده فاهم ايه. رحت خسيت في كات بالك، ما كنتش لسه عارف بحسب اكل كويس، بس ما كنتش عارف امتى كات امتى بالك. فرحت خدتها ايه على نفسي كده، مشيت 3 شهور سعرات قليله تقريبا 400 سعر عشان ما اقدرش ايه اعرف اركز وازود اوزاني واكسر زودت جامد فاهم. وقلت دهون كتير وقعدت العب كارديو والكلام ده كله. ايه بقيت 14% اللي فات حتى لو بتكمل 15. فهتلاقي في الاخر ان الدوله اللي بدايتها كانت هزيمه المغول ونهايه الصليبيين، فهتلاقي ان هي انتهت نهايه عبثيه يعني بسبب مش بسبب الاخير يعني، مش بسبب اخر فتره، بس بسبب 250 سنه من الظلم والاضطهاد والعبث للشعب يعني. الشعب كله كان بيضطهدها لدرجه في الاخر زي ما قلنا ما رضيش ان هو حتى يعمل تعبئه للجيش عشان يحارب عشان دولته. مع ان العثمانيين لما دخلوا على فكره طحنوا المصريين برضه يعني. هو الكتاب كلهم مؤرخين بيقولوا ان يعني مفيش حد عدى على مصر من الحكام كان كويس يعني، دايما بيبقى في مشكله خصوصا في مصر يعني. فحتى العثمانيين لما جم طحنوا المصريين كانوا بيقتحموا عليهم البيوت يعني، لدرجه ان هم كانوا بيصغروا الابواب تبقى صغيره قوي لدرجه عشان الخيل ما يخش، وكانوا برضه بيهدوا الحيطان عشان يخش برضه بالخيل برضه. فيعني في النهايه يعني انتهت بالعبث زي بدات بالعبث يعني. وبس يعني لو عندك موضوع تحب نتكلم فيه المره الجايه ممكن تشاركنا بيه في الكومنتات. بس